ازيكم يا جماعه عاملين ايه؟ طبعا دلوقتي هنتكلم عن فيلم البعبع لأمير كرارة. هقول لكم رايي الشخصي فيه، بس قبل ما اقول لكم، قبل ما نعرف وقبل اي حاجه، يا ريت ارجوكم تعملوا لايك عشان ده بيساعد جدا، وشير وسبسكرايب للشانل، واشتركوا على انستجرام بيج وفيسبوك بيج وفولو على تيك توك. ويلا بينا بقى نعرف ايه هو رايي في فيلم البعبع. نبتدي على طول. تمام، انا مش هقول قصه الفيلم والجو ده عشان ما احرقلكش الفيلم لو انت حابب تخش الفيلم يعني، بس هقول لك حاجه واحده بسيطه. طبعا انا مش هتكلم بقى على الكاست والكرو وكل ده عشان انا عملت حاله مخصوص عن الفيلم واتكلمت عليه. فحاجه بس مهمه انا عايز اقول لكم ليه انا حاطط الفيلم ده في سلسله راجع مفتري. انا اللي حاطط الفيلم ده في سلسله مراجع مفتري. ليه؟ لان الفيلم، معلش مع احترامي لاي حد عجبه الفيلم، براحتك، اكيد ده رايك ويحترم طبعا، ده كده كده، بس انا طالب منك حاجه بسيطه، انك تحترم رايي وتفهم وجهه نظري بس مش اكتر. تمام. نخش بقى في رايي في الفيلم. الفيلم مش حلو، الفيلم ما ضحكنيش. الفيلم المفروض ان هو اكشن كوميدي، والفيلم بجد كل مشاهد الاكشن لا بتضحك عشان ده فيلم اكشن كوميدي، فالمفروض مشاهد الاكشن تضحك. الفيلم ما عجبنيش. اخراج يعني انا مش فاهم بصراحه ايه الفيلم ده. فيلم كازابلانكا وفيلم حرب كرموز احلى من الفيلم ده بكتير يا جماعه بجد. هو ليه كل عيد بينزل فيلم؟ يعني انا مش فاهم. يعني انا فيلم بيت الروبي عجبني وشكرت فيه وكل حاجه، بس الفيلم ده انا مش فاهم بجد. وانا مطالب يعني اخش الفيلم زي ده واطلع وابقى مبسوط. الفيلم ده لا ينصح لاي حد خارج مع اصحابه، هتطلعوا متضايقين من الفيلم. طبعا ممكن في ناس تخش ويعجبها براحتكم، بس الفيلم ده اخره عائلات. الفيلم ده فيلم عيد معمول للعائله، تخش تضحك ضحكتين، تشوف مشاهد اكشن ملهاش اي 30 لازمه في الحياه، تشوف توستايه غبيه في الاخر، وفي الاخر اللي هو ايه، تمام يا جماعه الفيلم حلو وجميل، ونلاقي الفيلم ناجح وعامل شغل والكلام ده. انا ما اقدرش اقول لك ما تخشش الفيلم، انت براحتك، ده قرار في ايدك. انت عايز تخش الفيلم تمام، انا بنقل لك تجربتي مع الفيلم، انا بقول لك اللي عجبني واللي ما عجبنيش، وانت في ايدك الحكم بقى في الاخر. انت عايز تخش الفيلم مش عايز تخش الفيلم دي حاجه ترجع لك، انا ماليش دعوه فيها. لكن انا بجد يا جماعه انا مش شايف ان ده فيلم، يعني فيلم معمول له ماركتنج حلو جدا، بس بجد الفيلم ده انا كنتش حاطط سقف توقعات عالي الصراحه، ولا حاطط سقف توقعات اساسا، بس ابقى خارج من الفيلم مش مبسوط لدرجه اللي هو ابقى مثلا لو حسيت ان الفيلم في وقت من الاوقات كان ياخد شكل درامي كده، قلت حلو قوي، هطلع من الفيلم اقول ان الفيلم خد ما كانش بيضحك قوي، بس الجانب الدرامي اللي خده كان لذيذ. انهي الكلام ده كله انتهى في ثانيه. المفروض ان في حدث مهم حصل له علاقه بالحاجه في الدراميه وكده، الحدث ده حصل بعدها على طول بمشهد ولا اتنين، خلاص الموضوع اتحل. كل المشاكل بتحصل بتتحل في ثانيه، في دقيقه، ولا ابطالنا بيتعبوا في اي حاجه خالص في الفيلم. مفيش اي نوع من انواع الكتابه الجيده في الفيلم ده. انا شايف ان بجد يا جماعه ليه كل الافلام بتاعت العيد لازم، مش عايز اعمم الموضوع عشان ما يبقاش ظالم يعني قوي، ليه دايما كل عيد بينزل لنا حوالي 4 5 6 افلام بالكتير قوي يعني، والافلام دي 5 منها بيبقى وحش بمعنى وحش بمعنى الفيلم سيء، واحد بس بيبقى فيلم كويس، بيبقى فيلم تمام، بيبقى فيلم اوكي. يعني احنا العيد اللي فات لو فاكرين، عيد الصغير، كل الافلام مش حلوه ما عدا فيلم واحد بتاع يوم 13، ويوم 13 ده ما كانش اعظم فيلم في الدنيا يعني، كان فيلم لذيذ وحلو وخلاص يعني. الفيلم ده مش حلو، معلش يا جماعه. فيلم بابا انت براحتك ورايك ويحترم وكل حاجه، بس انا الفيلم ده ما عجبنيش، انا مش شايفه فيلم حلو، مش شايف ان الفيلم عجبني. انت ممكن تشوف ان ده اكتر فيلم في العيد عجبك واحسن فيلم، براحتك يا معلم، انا مش عاجبني. بس كل اللي انا طالبه من امير كرارة ان انت تبعد عن الاكشن، اعمل حاجه غير الاكشن وغير الكوميدي. لان يا جماعه ما هو اصل مش اي حد يعمل كوميدي، ما هو مش اي حد لمجرد ان انت طب اعمل كوميدي. ومعلش يعني لما تعمل كوميدي، المخرج حسين المنباوي ده اللي عمل قبل كده افلام زي ليله هنا وسرور وعمو، انت مخرج مش جامد قوي مع احترامي طبعا لاي حد في الموضوع ده، بس انت ماشي عملت فيلمين كانوا لذاذ،
بس انت بوتنشال ان انت تعمل فيلم حلو جدا، ليه بتهدر فرصتك وموهبتك في فيلم مع احترامي الشديد فيلم مش حلو، فيلم عادي جدا، فيلم لا هو حلو ولا هو وحش. فاكرين فيلم العنكبوت بتاع احمد السقا؟ كلنا كنا طالعين منه مش احلى حاجه، هو زيه كده، لا هو احلى حاجه ولا هو اوحش حاجه. انا ما اقدرش اكذب على نفسي واقول ان انا كنت طالع من السينما مبسوط، انا ما كنتش مبسوط، بس ده رايي الشخصي يعني، ومش عايز اطول عليكم في الفيديو. وفي الاخر تقييمي لفيلم البعبع لأمير كرارة هو 5/10، واظن ان انا كده كارمه جدا يعني. فده تقديرا للولد الصغير اللي كان بيمثل في الفيلم، لان هو الصراحه كان دمه خفيف وبوتنشال اللي هو يبقى ممثل تقيل قوي قدام. وتقديرا برضو محمد عبد الرحمن كام حاجات ضحكني كام مره كده، وامير كرارة برضو كان يعني عايز اشكر شويه في مشهد كده في يعني في الفيلم كان في شويه اجتهاد منه في الاكشن يعني. فاشكر الحاجات دي كلها، لكن عموما ده عمره ما يعمل فيلم. وبس ده كان كل اللي عندي. انا اتمنى بس محدش يتضايق مني ولا حد يزعل من اللي انا بقوله، بالعكس انا بقول رايي الشخصي في الفيلم اللي ممكن يتفق معاك او يختلف معاك، ده شيء طبيعي جدا يعني، خلينا نبقى واضحين مع بعض في النقطه دي. في الاخر اتمنى لو يعني الفيديو يكون عجبكم، ولو عجبكم الفيديو يا ريت تعملوا لايك عشان ده بيساعد جدا، وشير ارجوكم، وسبسكرايب ارجوكم. يعني لو انتوا بتتفرجوا ومش مشتركين في القناه يعني اشتركوا كده، يعني هتلاقوه تحت كده، اشتركوا على طول. وبس اتمنى تشتركوا على انستجرام بيج وعلى الفيسبوك بيج وفولو على تيك توك. باي باي.